رحيم مرة أخرى أصدقائي المشاهدين مشاهدي قناة النيل للرياضة نايل سبورت، نعود إلى الإسكندرية إلى ملعب الجيش المصري ببرج العرب لمتابعة أحداث الشوط الثاني في هذه المباراة الأهلي وإنبي. والشوط الثاني يبدأ بمشكلة الحقيقة ولسه ما بدأش، لكن لحظة دخول الفريقين لأرض الملعب بدأت بمشكلة كبيرة. بدأت في نهاية الشوط، يعني زي ما تابعنا في نهاية الشوط الأول كان في مشكلة، وواضح أن الكابتن محمد فاروق حكم اللقاء أجل الحسم وأجل قراره في حسم هذه المشكلة إلى أن يبدأ أو إلى أن يعود الفريقان إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني. بالفعل مع دخول الأهلي وإنبي إلى أرض الملعب دخل طاقم التحكيم، فوجئنا ببطاقة حمراء توجه في وجه رمضان صبحي. هذه بداية المشكلة مع نهاية الشوط الأول. رمضان داخل افتعل مشكلة، يبدو انه تفوه بألفاظ او شيء مع رامي صبري. ده مع بداية الشوط الثاني بقى المشهد اللي قدامنا ده. محمد فاروق خد قراره بين الشوطين، ويبدو كمان انه يعني استشار مساعديه وممكن يكون يعني خد وقته في التفكير.